بما ان لجوء الشركات دلوقتي للديجيتال ماركتينج او التسويق الالكتروني او الرقمي اصبح تقريبا مفروغ منه، التسويق عن طريق فيسبوك وانستجرام وجوجل ويوتيوب بقى تقريبا اساسي. فانا النهاردة مش جاي اتكلم عن اهمية التسويق الالكتروني للبيزنس، انا جاي اجاوب على سؤال تاني، وهو ليه انا كصاحب بيزنس ألجأ لشخص او شركة متخصصة في التسويق الالكتروني؟ ايه الاختراع في اني اكتب بوست وانزله مع صورة حلوة واعمل عليه اعلان ممول؟ هفاجئك لو قلتلك انت عندك حق. عندك حق تسأل سؤال زي ده، لان فعلا الفيسبوك وجوجل بيوفروا الادوات اللازمة عشان تسوق لشغلك عندهم وتعمل اعلانات. فيسبوك وجوجل مش بيشترطوا انك تكون متخصص عشان تعمل اعلانات، كل المطلوب يبقى عندك حساب او اكاونت خاص بيك على الموقع، وهم بيوفروا لك كل المعلومات اللي من خلالها تفهم ازاي تعمل اعلان. دول حتى بيدولك نصايح لأحسن طرق تتبعها عشان اعلاناتك تنجح. اما بالنسبة لكتابة محتوى الاعلان فانت برضو اكتر حد فاهم المنتج بتاعك، وتقدر تقول عنه شعر مش بس تكتب بوستات. ولو على المحتوى البصري اللي هتستخدمه سواء صورة او فيديو، عادي ممكن تصور صور وفيديوهات بموبايلك للمنتج وتنزلها، مش شرط خالص ديزاين مليان ألوان وحركات، وهتطلع صور وفيديوهات كويسة. عندك حق تتساءل، لكن هقولك ليه مهم تخلي حد متخصص يساعدك. واحد، الوقت. وقتك من أغلى الموارد اللي عندك، وشطارة أي بيزنس جزء كبير منها بيبقى في كيفية استغلال الوقت أحسن استغلال، وزيادة الإنتاجية في مقابل الوقت، واختصار المهام اللي بتاخد وقت طويل عشان توفر وقت لغيرها من المهام. والوقت هو أحد أهم الأسباب اللي تخليك تلجأ لشخص أو شركة تساعدك في التسويق الإلكتروني. أخصائي التسويق الإلكتروني أو شركة التسويق الإلكتروني أو الإيجنسي أو الفريلانسر وقتهم كله مخصص للمهمة دي، ده شغلهم ودي حياتهم. المهمة اللي انت ممكن تعملها في ساعة هم ممكن يعملوها في ربع ساعة، لأن عملوها كتير وعندهم تمكن منها فبينجزوها أسرع. أي مشكلة بتقابلهم عندهم أكتر من وسيلة لحلها، وده بيساعد إن المشكلة تتحل أسرع. أي جديد في عالم التكنولوجيا والتسويق بيوصلهم أسرع، بيستقبلوه بيفهموه أسرع وبيستفيدوا منه أسرع. تاني سبب هو الخبرة. أخصائي التسويق الإلكتروني خبير بشغله، مارسه لعدد ساعات كبير سواء خبرته كبيرة أو صغيرة، كرر مهام شغله عشرات ومئات ويمكن آلاف المرات، وخبرته دي بتساعد في حل المشاكل، الخروج بأفكار جديدة، القدرة على التخطيط والتوقع والاستنتاج والتحليل، وغيرها من المهارات اللي محتاجة خبرة تدعمها وتزودها. تالت سبب مش لاقينه عنوان محدد بصراحة، بس هحكي لك. وجود شخص في قلب الصناعة ده بيديله ميزة كبيرة، قراءاته واطلاعه بتدور حوالين شغله، الأخبار والترندات والمعلومات والكورسات والمحاضرات والمحتوى اللي قدامه طول الوقت. جانب كبير منه يخص التسويق الإلكتروني، وده بيخليه في كل دقيقة بيتطور ويتحسن في شغله. دوائر معارفه وعلاقاته مرتبطة بمجال شغله، وده برضه بيساعد كتير في تميزه، لأن عنده مصادر كتير للمعلومة ومصادر كتير للمساعدة والتشاور وحل المشاكل. قد تكون الأسباب اللي فاتت دي منطقية أو بديهية لناس كتير، ممكن تكون جات في بالك أو أنت أصلا عارفها، لكن خليني أضيف سبب كمان ممكن يكون مجاش في بالك، ألا وهو الأدوات المساعدة. أقصد إيه بالأدوات المساعدة؟ في عالم التسويق الإلكتروني في مئات الأدوات المتاحة أونلاين للمساعدة في التسويق الإلكتروني، سواء في التنفيذ أو في تحليل النتائج ودراسة السوق والمنافسين. الشخص المتخصص عنده الوقت والخبرة والمعرفة أصلا بعدد كبير من الأدوات دي، اللي بتساعد في شغله وبالتالي بتساعد في إنجاح البيزنس بتاعك أنت. وعلى ذكر الأدوات المساعدة، ممكن يجي في بالك أدوات الذكاء الاصطناعي وتقول طيب ما خلاص الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى فيه كل المزايا دي اللي عند الأخصائي وببلاش،
وده ياخدني للسبب الخامس اللي يخليك تلجأ لمتخصص، وهو اللمسة البشرية والقدرة على التصرف وحل المشاكل. من أهم الأسباب اللي تدفعك للجوء لمتخصصين في التسويق الإلكتروني سواء قبل أو بعد ظهور الذكاء الاصطناعي هو امتلاكهم القدرة على التصرف وحل المشاكل والتعامل مع المواقف الجديدة والطارئة، وده راجع يمكن لكل الأسباب اللي فاتت. امتلاكهم للخبرة والوقت والمعرفة والاحتكاك بآخرين والتعرض لمحتوى داعم لمعرفتهم طول الوقت، بالإضافة للسنس البشري. لحد وقتنا هذا الذكاء الاصطناعي معتمد على المعلومات المتوفرة اللي الإنسان بيمد بيها. ممكن يكون فاهم يصيغلك المعلومة كويس جدا، وممكن مع الوقت يتحسن في إنه يفهم قصدك ويديلك إجابة أصح. لكن اللمسة البشرية والذوق البشري والفهم الإنساني للأشياء والقدرة على التصرف في المواقف المفاجئة والمرونة والقدرة على التكيف مع الواقع بشكل سريع وفعال، كل ده لسه بيتميز بيه الإنسان عن الآلة أو برنامج الكمبيوتر. وهو ده بالتحديد اللي هيخلي ظهورك على منصات التسويق الإلكتروني متميز. منكرش إن كل يوم بيحصل تطور كبير، ومتوقع في المستقبل القريب إن ال AI هيبقى بديل للإنسان في تفاصيل كتير في شغلنا. لكن في الوقت اللي بكلمك فيه ما زالت اللمسة البشرية مختلفة لو بتدور على التميز. وممكن نخصص حلقة قريب عن علاقة ال AI بالماركتينج وإزاي ممكن نستفيد منه. آخر سبب يدفعك إنك تلجأ للمتخصصين هو إنك تريح دماغك. لو وصلت فعلا لمتخصص خبير وموثوق فأنت تريح دماغك وتروق بالك للمهام التانية الكتير اللي عندك كصاحب بيزنس، وده لوحده سبب كافي لكتير من الناس. بكده تكون خلصت أول حلقة من حلقات بودكاست نتفاهم، اللي بحاول من خلاله أقلل الفجوة بين أصحاب الشركات من ناحية والمتخصصين في التسويق الإلكتروني أو الرقمي من ناحية تانية. هستنى رأيكم في الحلقة واقتراحاتكم للحلقات الجاية، وشكرا لاستماعكم.